صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده صاحيه عندي طاقه رغي مش طبيعيه، فقلت هصحى اتكلم معاكم النهارده عن حاجات بجد. غيرتها في حياتي وبقيت بحاول ان انا احسن واطور من نفسي، ولقيت ان الحاجات دي فعلا فرقت معايا كتير قوي. اول حاجه ان انا بطلت ان انا اتكلم عمال على بطال. بقيت بعرف احكي ايه ومحكيش ايه، مش كل حاجة لازم تتحكي ومش كل حاجة ينفع تتحكي اصلا. اسرار البيت عندي زمان اول لما اتجوزت كده، كان عندي بجد لا مبالاة وعندي سذاجة مش طبيعية. فكنت ممكن لو اي حد ماشي كده في الشارع اتعرفت عليه احكي له قصه حياتي كلها عادي، ما كانش عندي اي مشكله في الموضوع ده. وكنت باخد على الناس بسرعه قوي واقعد اقول ده طيب، ده غلبانين، ده مش عارفه ايه، والله دي طيبه خالص. وفي الاخر كنت بطلع انا اللي طيبه خالص، يعني بطريقه مش حلوه خالص. فبطلت ان انا احكي اي حاجه بتحصل في حياتي، سواء حاجه حلوه او حاجه وحشه، ما بقتش بحكي اي حاجه. دي اول حاجه عملتها. تاني حاجه، ممكن ساعات بيبقى عندنا حاجات حلوة كده نفسنا نحكيها لحد من كتر ما احنا مثلا فرحانين او الحاجة دي بسطانة، ما بلاقيش حد مثلا ممكن يفرح لي غير مثلا مامتي، اختي، حد يعني ناس بسيطة، وببقى واثقة ومتأكدة ان الناس دي بجد هتفرح لي وهتبقى مبسوطة فعلا للحاجة اللي حصلت لي دي. دلوقتي يا جماعة الناس بجد بقت مؤذية قوي، وبقوا وحشين قوي 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 بطريقة مش طبيعية، وفعلا النفسيات تخوف والجو الناس يخض. يعني دي حقيقة فعلا، ما يعني الأغنية دي كل كلامها بجد حقيقي وواقعي وبقى يحصل. بقيت بقلل دايرة علاقاتي على قد ما بقدر، بقيت بكتفي بنفسي، بأهلي، بإخواتي، قرايبي. بس يعني بحاول أقلل دايرة علاقاتي علشان أحس إن الحياة هادية شوية. بقيت ما بتكسفش ان انا مثلا لو حد قال لي تعالي نعمل حاجه والحاجه دي مش مناسباني، او حد طلب مني طلب والطلب ده مش مناسبني، او انا مش فاضيه اعمل الحاجه اللي هو بيقولها دي، فبقيت بقول لا وما بتكسفش وما بتحركش. يعني لاني انا مش هاجي على نفسي وعلى حساب نفسي وعلى حساب قلبي وكرامتي وشخصيتي ومشاعري وكل حاجه عشان ارضي اللي قدامي وازعل نفسي. طب ليه؟ لا، بقيت اختار ان انا ارضي نفسي طالما الحاجة دي مش هتأذي حد او هتضر حد. خلاص انا هقول عليها لا، ومش هوافق على حاجة انا مش مقتنعة بيها او مش عايزة اعملها. تالت حاجة ودي اهم بقى حاجة، ان انا ابتديت اخد بالي من نفسي ومن بيتي ومن ولادي ومن حياتي انا كعلا. ماليش دعوة بقى بحياة حد بره خالص، ماليش دعوة دي عملت دي سوت دي خالص، حاجة ما تشغلنيش. بقيت كل حاجة في حياتي انا، وان انا ازاي ابقى احسن وازاي اطور من نفسي وازاي ابقى شخصية ناجحة. ولادي بعد كده لما يكبروا يبقوا مبسوطين ان انا مامتهم، ان انا عملت حاجة حلوة لنفسي ولولادي. اعرف اذاكر لهم كويس عشان يبقوا متفوقين وشاطرين. اعمل حاجة لنفسي انا كعلا، اهتم بصحتي وبدراستي. بطور من نفسي في كل حاجة، اي حاجة مش فاهماها بدخل ببحث عنها، بدور عنها، بحاول ان انا افهمها. بقيت اهتم بجسمي، بالفيتامينز بتاعتي، بصحتي، بالاكل اللي باكله، بالحاجة اللي بشربها، بوشي، بشكلي عامل ازاي. حاجات بسيطة بس بجد فرقت معايا قوي في حياتي وخلت حياتي تكون اهدى. بجد الحياة المنفتحة قوي دي، اللي كل حاجة الناس عارفة كل حاجة في حياتك، عارفة كل خطواتك، عارفة كل حاجة، مفيش خصوصية في الحياة دي. بجد حاجة كانت مرهقة قوي بالنسبة لي، وما كانتش ألطف حاجة. كانت حياتي كلها حاساها ضغط 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 من كل حاجة، علشان عايزة ارضي كل الناس، مش عايزة ازعل حد. باجي على نفسي كتير قوي علشان خاطر ما زعلش اي حد من الناس اللي حواليا. بس دلوقتي بطلت اعمل كده خالص خالص حقيقي. حياتي بقت اهدى بكتير واتغيرت وبقت احسن، وفي كده سلام نفسي عندي. بقيت
لقيت ان انا بحب حاجات كتير قوي اكتشفتها في نفسي ما كنتش اعرفها. بقيت بقيت حد تاني خالص، احلى بكتير من الشخصية القديمة دي. بقيت حد فاهم، حد واعي، حد بحاول اثقف نفسي اكتر. بحاول اشتغل على نفسي. بس يعني ده اللي انا اتعلمته في فترة برضو مش صغيرة، لا طبعا خد وقت كبير قوي قوي قوي. وطبعا كل حاجة بالوقت بنتعلمها. في ناس ما بتتعلمش، انا برضو كنت من الناس اللي ما بتتعلمش، بس خدت دروس كتير قوي فعلا علمت واثرت فيا بطريقة مش حلوة خالص. فاتغيرت طبيعي، يعني لازم بقى، يعني خلاص جسمنا بيتعب من كتر الاذى النفسي اللي بيحصل له، فبيفوق لنفسه اكيد. بس فجيت بعد كده قلت خلاص انا لازم اشوف حاجة اشغل نفسي بيها، وابدأ واحدة واحدة علشان ما احسش ان الموضوع صعب. وفعلا اول ما بدأت ان انا اخد بالي من نفسي. انا كنت شخص ما عنديش ثقة في نفسي خالص. ابتديت اشتغل على نفسي، وده طبعا مش اشتغل على نفسي ان انا البس حلو وابقى شيك واشيك واحدة في الدنيا واحلى واحدة ماشية، لا 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 خالص. بقيت بهتم بحاجات مثلا مش عجباني في شكلي، فبقيت بحسنها عشان تبقى حلوة، بعالجها عشان تبقى حلوة. زي وشي مثلا، كان عندي حاجات كده بقع صغيرة في وشي، عندي حبوب بسيطة كده تحت الجلد. بقيت بهتم بقى بالحاجات دي قوي لحد ما بقيت راضية عن بشرتي جدا. واحدة واحدة لقيت نفسي حبيت الموضوع، فبقيت ايه، اشوف حاجه جديده طلعت اجربها، مش عارفه ايه. فالموضوع بقى لذيذ بالنسبه لي وما بقاش حاجه مزعجه، لا بجد دي بقت حاجه جميله. وقت لما ببقى متضايقه بقعد كده مع نفسي، اخد شاور لطيف، اعمل ميك اب، اعمل سكين كير بتاعي، ماسكاتي، حاجاتي، وببقى مبسوطه جدا. يعني بقيت احسن. اما اخرج بقيت بعمل الحاجات دي بتبسطني اكتر بكتير، ان انا مثلا اخرج، مع اني حد بحب الخروج جدا وما كنتش بقعد في البيت تقريبا خالص. شخصيتي بقى اتحولت، بقيت بحب اقعد في البيت، بقيت احب ان البيت يبقى نظيف وريحته حلوة، وانا كمان وولادي، وتبقى في حياة كده حلوة ولطيفة وهادية، بعيد بقى عن اي حد بره. ماليش علاقة باي حاجة بتحصل بره، انا بس مركزة على حياتي وبيتي وولادي، وان انا اخلي بيتي ده بيت هادي وبيت حلو، يعني نبقى عايشين كده حياة مستقرة هادية، ولا حد يتدخل في حياتي، ولا حد يقول لي اعملي وما تعمليش، لا 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 خالص. كل ده بقى مرفوض رفض تام. فبجد انا عايزة اقول لكم الكلام ده علشان اي حد كان بيتصرف تصرفات مش حلوة ومش عاجباه يبدأ يشتغل على نفسه، ويبدأ يطور من نفسه، يبدأ يخلي حياته فيها هدوء. اي حد بيأذيكي نفسيا، او اي حد بيضايقك، اي حد بينتقدك، اي حد بيعمل حاجة مش عاجباكي، يا توقفيه عند حده، يا تخرجيه بره حياتك خالص. صدقيني حياتك هتفرق وهتختلف كتير قوي 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 قوي. فحافظوا على نفسكم وعلى مشاعركم وعلى حياتكم وسلامكم، علشان خاطر نفسكم، وعشان خاطر تقدروا تدوا الناس اللي عندكم في البيت، عشان خاطر تقدري تعيشي مع ولادك وجوزك، وحياتك تبقى حياة هادية. طول ما الناس السلبية دي في حياتك عمرها ما هتبقى هادية. لو عجبكم الفيديو ده عرفوني، ونعمل سلسلة من الحاجات اللي انا اتعلمتها والحاجات الجديدة اللي اتغيرت فيا، ونساعد بعض ونشجع بعض ان احنا نبقى احسن. باي باي، يا رب يبقى حلو.